السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز. واول حاجة كده احب اشكر كل الناس اللي عندي، بالناس الجديدة، بالناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوة، بالناس اللي بتعمل لي لايك والناس اللي بتعمل لي ديسلايك. على فكرة الحاجات دي ما بتفرقش ان انا ازعل ان انا بيتعمل لي ديسلايك. على فكرة انا بس مستني في الكومنتات الديسلايك لايه بالظبط عشان اظبطه في الفيديو اللي بعده، انما الحاجات دي انا ما بتضايقش منها، فما تقلقوش. يعني اكتبوا لي كده كومنتات فيها اي اسئله او حاجات ان انا اقدر اطور من نفسي، وانا ان شاء الله هتلاقوها في الفيديو اللي بعده ان هي ملمومه ومتظبطه. حبيت بس ابدا معاكم الفيديو كده ايه وانا رايح الشغل. هنعمل النهارده كشري الحله الواحده. هتشوفوا لون الدقه وتشوفوا الشطه الزيت. كشري الحله الواحده هو حلو جدا 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 وانا اتبهرت بيه، بس هي الناس بتحبه علشان خاطر ما يبقاش فيه مواعين كتير، بس انا طبعا بعشق المواعين فانا عملت ليها، انتوا هتشوفوا استخدمت ليها حاجات كتير عشان الحبشتكنات والدلع بتاعت الكشري اللي انا اصلا بعشقها. اول حاجه جبت عدس بجبه وابتديت ان انا احطه في ميه سخنه بعد ما نقيته كويس جدا لان انا جايبه سايب. هبتدي ان انا احطه في ميه سخنه علشان خاطر بقى يبتدي ينفش كده معايا. ونيجي بقى للصلصه. الصلصه دي الحمد لله انا على طول بعملها كده، برضو امي الله يرحمها كانت بتعملها بنفس الطريقه. كنا بنشيل الحته اللي من فوق في الطماطم وبنحطها في حبه ميه صغيرين جدا في حله، وبننزل ببصلايه وكم فص توم. ده انا علشان اللحم بتاع الطماطم كله يبقى فيه ميه كده. بصوا طبعا شايفين العدس ابتدى ينفش، والحمص برضه حطيته في ميه سخنه، كل واحد فيهم هيقعد ساعه الا ربع. وكان عندي قرن فلفل حامي احمر، لا ده كان رومي مش حامي انا اسف. وابتديت احطه كده على الطماطم لغايه لما بقى تبتدي تغلي كويس جدا، وبعدين هسيبها لغايه لما تبرد وهضربها بقى في الخلاط. كل ده هيخش في بعضه، الثوم بالبصل. يعني حاولوا تخلوا كل حاجه، كل صلصه انتوا بتستخدموها، صلصه الفته ليها طعم، الطبيخ ليه طعم، كل حاجه يبقى ليها طعم. جبت طبعا كميه بصل وعناية الحمد لله، وهبتدي ان انا انزل عليها بحبه خل. ما بحطش نشا وما بحطش دقيق لانه بيسود الزيت. وبسيبه بقى لمده ربع ساعه، وجربوه على ضمانتي وانا عليا ازازه الزيت اللي رميتوها في الارض لو ما عجبكوش. والبصل طبعا بصوا بعد ما ده برد بقى طبعا هضربه في الخلاط. وده العدس كده صفيته بعد ما استوى ان انا اتك عليه بايديا كده الاقيه تمام. طبعا الحمص دوت اللي عقدني شويه، قعد معايا حبه حلوين. هجيب له بقى حله فيها ميه وهبتدي انزل بقى عليها كده ميه نظيفه، طبعا شطفته من الميه اللي هو كانت فيه. وهنزل بقى بطماطم واحده وبصلايه وكام فص من الثوم. بصوا بقى الكشري كله هيتحط له نفس الحاجات. حبه كمون، بس الملح مش هيتحط دلوقتي علشان خاطر يستوي ويبقى حلو معانا. وسنه صغيره فلفل اسود، وهسيبه بقى ياخد ويدي مع بعض كده ايه براحته جدا جدا جدا. انا مش هاجي جنبه اصلا. هنجيب بقى حله، هنزل بحبه زيت، وهنزل لا البصل انا عايزه اقول لكم ان انا بقلب الخل فيه، انما انا هحط البصل في الطاسه اللي هناك دي. خدت وقت طويل جدا بس مش مشكله، كفايه انا اصلا بروح عند اي محل كشري بطلب الكشري وبجيب لي طبق بصل من ده لان انا بعشق اصلا البصل، وبالذات بقى المتحمر ده بيبقى حلو قوي قوي. اللي بتحط عليه نشا جربته ما اكدبش عليكم كان يعني انا ما قدرتش استخدم الزيت بعدها، انما ده انا صفيت الزيت كويس وهو اصلا ما كانش فيه حاجه غير حته بصل صغيره. بصوا بقى الخل بقى لونه احمر ازاي لان انا ما كانش عندي بصل ابيض، بس صدقوني ما فرقش. وبصفيته وغسلت الطاسه وهستخدمه ممكن مره تانية عادي يعني، انما لو اتحط فيه الدقيق او النشا بيسودها، وبرده كل شيخ وليه طريقته واللي انتوا طبعا شايفينه اعملوه. هبتدي بقى اجيب حبه زيت، انا ما بستخدمش سمنه خالص المفروض، وانتوا برده ما بتستخدموش السمنه. شايفين بقى القوطه، قرن الفلفل ده لون، والطماطم برده عشان انا جايبها ناشفه مش جايبها مهريه او مهريه تمام او مستويه. هبتدي انزل عليها بالطماطم بعد ما حطيت كده فص الثوم وما خدش لون بس ابتدى بس ريحته اشمها. سنه فلفل اسود وربع معلقه حلوه كده برده من الكمون ورشه من السكر علشان الحموضه. وهقلب تقلبتين ومكعب مرق الدجاج ومعلقه ملح، وهسيبه بقى ايه ياخد ويدي بشكل ودي على رأي صدفه لوحده بقى خالص لغايه لما نشوف اللي بعده. طبعا الحله دي الحله الكشري ده ناس كتير بتحبه علشان خاطر هو ما بيبقاش ليه حاجات كتير بتتعمل، بس يعني سامحوني انا لازم الاربع عيون دي يبقوا شغالين. يعني انا لو عندي بوتاجاز ب5 عيون هتلاقيهم برضو شغالين. هنزل بقى بحبه زيت محترمين كده عشان بقى الهلمه جره اللي هتحصل. هنزل بحبه شعريه، بصوا ده كان نص كيلو،
هنزل بالحبه والباقي هيتبقى حبه في الكيس صغيرين جدا هبل يعني، فاهمين؟ كنت عايز بقى اعمل زي قنوات اللي بيحطوا حاجات في اطباق بقى وكده، بس يلا مش مشكله. رحت نازل ببقيه الكيس، يعني ما خلاص هينزل في بطننا يا جماعه عادي. وهبتدي اقلب كويس جدا لغايه لما كل الشعريه تبتدي تاخد لون، بس ايدي فيها يعني، مش هسيبها بقى لغايه لما تتحرق. الموضوع اصلا انا كنت عامله وانا ايدي على قلبي، ازاي احط شعريه على عدس على رز على نوعين مكرونه، كل ده وده ازاي هيستوي وازاي مش هيعجن. انا دي كانت مشكلتي، النشا بتاعت المكرونه كانت هتروح فين. الحمد لله. طبعا كل شويه بجيب البصل اللي فوق تحت واللي تحت فوق. وال اللهم صل على سيدنا محمد. الحمص انا كنت حاطه ونسيت ان انا ما كنتش مولع عليه، دلوقتي انا ولعت عليه عشان تعرفوا ان انا ذكي. وهجيب له برده الغطا بتاعه واغطيه وكده. الصلصه الحمد لله ابتدت تتعمل، هشيلها على جنب. وبرده ادي الشعريه، بصوا لونها بقى حلو قوي، ما تخلوهاش غامقه قوي لان بتغمق وبتمرر. وجايب بقى طبعا كوبايتين رز. بصوا انا ما كنتش، انا فاشل في الكميات، يعني انا بحب اعمل كميات كبيره ليه ما اعرفش. يعني انا بسجل لكم الفيديو ده تاني يوم الكشري وكنا برضو واكلين كشري، بس كانت التقليه خلصت عملت تقليه تانية، وكانت الصلصه خلصت عملت صلصه تانية لان انا طلعت منها بره. هبتدي بقى اشوح الرز كويس جدا كده زي ما انتوا اكننا هنعمل رز بشعريه عادي خالص. وهنزل بمكعب المرقه الطبيعي جدا، وهنزل برضو بحبه سنه الفلفل الاسود الطبيعيه جدا، وبرضو بربع معلقه من الكمون. هو عامه الكشري بيحب الكمون والثوم جدا يعني. وهبتدي انزل بالملح، بس بقى ايه، خليكم بقى ظابطين الملح. انا الحمد لله ربنا سترها وان الملح طلع مظبوط، الدنيا ما خربتش معايا. وهبتدي اقلب كويس جدا. وبعدين طبعا العدس انا كنت مصفيه، انا مش فاكره انزل بالعدس ولا بالمكرونه الاول بامانه. لا ممكن تكون المكرونه يعني. عامه انا كل ما هنزل حاجه هفضل اشوح فيها كويس. وبامانه والله العظيم يعني انا المفروض ان انا لما بعمل رز بشعريه عادي خالص بحط الميه السخنه، وببتدي اول ما يغلي او يتشرب كده زي ما بيتقال عليه بغطي النار ووطي عليه على طول، وبيقعد 20 دقيقه. ده بالظبط قعد ربع ساعه. تسالوني ازاي؟ ما اعرفش. فصين التوم بقى اللي هينزلوا على الشعريه بالرز دي، هو ده الكشري بقى. انتوا عارفين مش هيبقى فيه طعم توم غبي، بس هتبقى فيه طعم في الرز رهيب. يعني اكيد انتوا جربتوا الكشري ده، انا بالنسبه لي كان اختراع. هننزل بقى بصوا دي كنت جايب نص كيلو مكرونه صغيره، خدت منهم نصهم، يعني ده ربع كيلو مكرونه. هقلب برضو تقليبه محترمه. وهنزل بقى بالعدس. العدس بعد ما صفيته، يعني ان انا ابتديت ساعه الا ربع بالظبط شطفته وحطيته في مصفى علشان يتصفى. شطفته ليه؟ علشان ما يكملش السوا بتاعه. اي حاجه بنطلعها من ميه سخنه عايزينها تفضل كده تمام. والميه كانت دافيه على فكره لسه يعني. هبتدي بقى بصوا ان انا بدوس عليها كده تتفرول. لو احنا كنا سلقناها اللون بتاعها مش هيبقى حلو كده، هيبقى مجرب كده شويه وهتعجن. وبعد ما اقلب كده هجيب برضو الكيس الملكه مكرونه سباكيتي اللي هو 400 جرام. هاخد اقل من النص، هقطع الواحده 3 وبرضو احطهم من فوق. هخاف بقى اقلب والحاجات دي عشان ما تتكسرش مني مش اكتر. انا قبل كده عامل معاكم الكشري، بس كشري كشري بقى يعني، عامل التقليه لوحدها والمكرونه لوحدها والعدس بامانه كان حلو، بس تعبت فيه سيكه. هحط لكم برده في صندوق الوصف باذن الله هيعجبكم، يعني اللي بيحب الطريقه دي او الطريقه دي. ادينا اهو ماشيين معاكم واحده واحده وربنا يستر. والحمد لله اهو محافظ ان انا بنزل كل يوم 2 وكل يوم خميس فيديو. وبس مش عارفه اعمل اكتر من كده ايه. ونفسي اطلع بس والله مباشر، بس مش مشكله. هنزل بقى بالمكرونه وبعدين هنزل بالميه. بصوا المفروض ان احنا نغطي الكشري بالميه، بس انا الرز اللي عندي ده رز المطبخ ده. استنوا انا هشوف الرز اللي عندي ده نوعه ايه، لان لو في حد بيستخدمه ياخد باله ان هو بيشرب ميه كتير، فانا رحت مزود ميه زياده. فاهمين اقصد ايه؟ المطعم مش المطبخ. رز المطعم. عيبه انه هو يعني انا كنت عندي باكيته منه، بس ربنا يستر بقى وتخلص، لان هو بيشرب كميه ميه رهيبه. بس الحمد لله ربنا ستر والدنيا كلها مشت. سيبته بقى لغايه لما ابتدى ان هو يتشرب. حطيته على العين اللي مكان الصلصه اهو كده بالظبط. رحت حاطه على العين الصغيره مكان الصلصه ووطيت عليه ربع ساعه بالظبط بالظبط. والله مفلفل جدا وريحته كانت حلوه قوي قوي بامانه. انا مش عارفه اقول لكم ايه والله. ان شاء الله هتجربوه هتجربوه يعجبكم. بصوا ولا واحده ماسكه في التانيه، الشعريه لوحدها والرز لوحده والمكرونه
في شغل. نيجي بقى نعمل الدقه. هنزل بقى بنص كوبايه ميه، معرفش ليه انا نزلت نص كوبايه الميه التانيه في الارض. وهنزل بقى مش هستنى لغايه لما الميه تسخن، هنزل بحبه توم، فصين توم كده محترمين، هزود ميه تاني. وبعدين هنزل عليها، احنا اتفقنا ملح كمون وسنه فلفل اسود، وهنزل عليه بربع كوبايه من الخل، ده طبعا على حسب ما انتم ما بتحتاجوا. واول ما تسخن معايا هشيلها من النار، واول ما تبرد هبتدي اعصر عليها ليمونه كامله. دي هتخلي الطعم حلو. مش هحط الليمونه وهي بتغلي بامانه، هستنى لما تبرد خالص واحط الليمونه. طعمها كان حلو جدا جدا جدا. شايفين كل الحلل بتتحرك مكانها؟ انا كده طفيت على الرز على فكره، يعني طفيت على الرز وسبته، كل الحلل بتتحرك وهو البصل لسه شغال. بس مش مشكله والله، ابتدى ياخد يعني ابتدى يمسك نفسه ويلم نفسه كده. طبعا انا مش من الناس اللي بشيل حاجه احطها على كيس على مناديل مطبخ والكلام ده. انا غطيت الحمص اهو زي ما انتم ما شايفين، شلته في طبق عادي وسبته قدام المروحه نشف، يعني فاهمين اقصد ايه. هنيجي بقى نعمل الشطه الزيت، وانزل بحبه زيت لان هي اسمها شطه زيت، يعني مش محتاجه. هعمل ايه مش عارف والله. انا مهيز جدا ونفسي انام، بس عشان كده حبيت ان انا الضم لكم الفيديو ده. هنزل بمعلقتين شطه، وللاسف انا الشطه دي انا يعني سالفها من جارتنا، لان انا كانش عندي شطه والاكل هيخلص، وبابا قال لي لا انا عايز شطه زيت ومش. فرحت بقى متدلدل من الشباك كده، ندهت لجارتنا وقلت لها عايز حبه شطه، والله ادتني البرطمان يعني، بس هو ده اللي كان في البرطمان، فيعني مش عايزه اقول اسمك، يعني خلوا عندكم شطه زياده. وهنزل بقى برضو بسنه من الملح وسنه من الفلفل الاسود صغيره جدا وسنه من الكمون، وهبتدي اقلب لغايه لما ريحه الشطه. اصلا انا كنت بعطس بس، يعني انا عماله اعطس بس في المشهد الجميل ده. هقطع بقى طماطمتين، عايزين قرن فلفل اخضر برضو او قرن فلفل حامي لو انتوا على حسب يعني، بس انا ما كنتش عايز برضو. انا كنت ممكن اعمل اقل من ده على قد الشطه اللي جات لي، بس انا عشان بابا ما ياكلش شطه كتير، يعني انا بحاول اقول له ماشي اعمل لك اللي انت عاوزه بس يكون شطه قليله شويه. الطماطم بقى هتبتدي كده ان انا اسيبها، مش هسيبها بقى تتسبك او حاجه، انا هحط كله على بعضه. وهنزل برضو بكبشه من الدقه، وازود برضو نص كبشه تاني، وهنزل بكبشتين بقى من صلصه الطماطم، وهسيبها لغايه لما تتسبك. يعني بقى مش هسبك الطماطم الاول وبعدين انزل بده وده وده، لا. طبعا احنا عارفين الكبشه بتاعه الصلصه لازم تتحط في الحمص، ما تسالونيش ليه، هي لازم تتعمل كده. انما بتاعه الحمص ما تتحطش في الصلصه عشان ما تبوظهاش، فاهمين. وبعدها تتحط في الحمص، يعني الدقه والحاجات دي عادي. طبعا بقى ده البصل بعد ما خلص، على فكره هو لونه غامق من التصوير، بس انا بحاول اقرب لكم كده. في بصوا كام واحده كده بس، دول سامعين صوت؟ انا غبي، انا ناهي الصوت انا ناهي الصوت عشان اصور، بس ما اعرفش ليه انا بحاول ان انا اوريكم ان هو بيطلع صوت. عامه ادي الشطه الزيت ابتدت تتسبك، والطماطم بقى سخنتها وحطيت الليمونه، وادي بقى غرفت في الطبق اللي هيطلع. انا غرفت طبق على قدي، انتوا عارفين ان انا مش بعمل رجيم، بس بلم نفسي في الاكل شويه، فكلت طبقين لوحدي. حطيت بقى، بصوا المنظر حلو قوي، كله بقى على بعض بقى، ولا حد يقول لي زود مكرونه، ولا حد يقول لي قلل من الرز، ولا الكلام ده. والشعريه والحمص حواليه. ويا رب الفيديو يا رب يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوا الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.